بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، لا يسعنا وإياكم إلا أن نردد قول الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأن نردد كذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك أيها الشهيد مع صحبك الكريم لمحزونون. أيها الإخوة الأكارم، شأن الأحرار والأبرار، شأن الأبطال والشرفاء أن يستشهدوا من أجل مجتمعاتهم وشعوبهم ودولتهم. نودع اليوم شهيدين كبيرين، نودع اليوم لواء هماما قائدا مقداما عنيت به اللواء وسام الحسن. جدير بك يا وسام أن توضع على صدور الأشراف، جدير بك يا وسام أن تكون تاجا على رؤوس الأبرار، جدير بك يا وسام أن تكون على صدر جمهورية لبنان. أفنيت شبابك وحياتك من أجل بلدك ومن أجل شعبك ومن أجل أهلك وإخوانك، لكن لا بد من وقفة متأنية لنخاطب أولئك الحاقدين. ماذا يريد أولئك الظالمون بعد ذلك؟ ماذا يريدون بعدما ذهب رفيق الحريري؟ ماذا يريدون بعد تلك السلسلة الكبيرة من الشهداء؟ فماذا يريدون اليوم باستشهادك أنت يا وسام؟ أيريدون أن يقتلوا رفيق الحريري ثانية؟ أيريدوا أن يغتالوا لبنان بأمنه وشعبه واستقراره؟ ماذا يريدون؟ يريدون ماذا؟ يريدون خراب لبنان، يستهدفون البلد وأمنه وشعبه واستقراره. لكن الشرفاء لم يحيدوا عن تعقلهم ولا عن إيمانهم ولا عن مناقبياتهم ولا عن قيمهم. سنكمل طريق الوفاء الذي رسمه شهيد لبنان الكبير الرفيق الشهيد رفيق الحريري رحمه الله. وستبقى الراية مرفوعة أبدا، ستبقى الراية مرفوعة أبدا مع دولة الرئيس الحاضر معنا أينما كان. عنيت به دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري. وسنبقى معك أنت يا دولة الرئيس فؤاد، قلب لبنان، قلب النضال، فؤاد الخير، فؤاد الضمير. سنبقى معكم جميعا بمسيرة الوفاء للبنان،
متمسكين بهذا البلد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا رب استطالت يد الغدر يا الله، يا الله، طال ليل الظلم يا الله. يا رب أرنا بهم عجائب قدرتك. أنت القوي، أنت الجبار، أنت ذو الانتقام، انتقم لنا منهم يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكتهم، اللهم دمر كبرياءهم، اللهم دمر باطلهم، اللهم أرنا بهم عظيم قدرتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، نودع اليوم الشهيدين ليلتحقوا بالشهيد الكبير الذي لن ينسى. هذه مشكلتكم، هذه هي المشكلة الأساسية، أن رفيق الحريري لم ينسى في حياتنا، ولم يغب عن مجالسنا، ولم يزل يتقدم مسيرة صفوفنا. لذلك أشعل الحقد قلوبهم فاغتالوك يا وسام، واغتالوا صاحبك ورفيقك. لكن لا خيار لنا من أن نتمسك بحبل الله عز وجل، وأن نعتصم بدين الله، وأن نكون يدا واحدا مع سعد رفيق الحريري ومع فؤاد السنيورة، حتى يبقى لنا لبنان سيدا حرا مستقلا بإذن الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إخواني أترك الكلمة لرجل اختاره الله تعالى من أبناء هذا الشعب ليكون شريفا مثلكم، وليرتقي بذلك فيكون في درجة مميزة من العطاء والنبل والتضحية والسخر. لا أقول رفيق دربه وكفى، وإنما قائد مسيرته. عنيت به سعادة اللواء أشرف الريف حماك الله. اخواني باسم قوى الامن الداخلي بتشكركم على عطفكم الكبيرة، وبقلكم انه وسام باقي فينا، نحن الى جانبكم، نحن امامكم. هالمسيرة مكملينها للحفاظ على هذا الوطن والحفاظ على امنه واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة تفضلوا. إخواني الأكارم، دولة الرئيس ينتظرنا لنستمع إلى كلمته، وبعد ذلك نحمل الجثمانين إلى المسوى الأخير بجوار الشهيد الكبير رفيق الحريري. تفضلوا معنا إلى الخارج.